دائما اجمل تحيه لكم زملاء من محافظه طرطوس ولكل مشاهدينا اللي عم يتابعونا بشكل دائم عبر برنامج مراسلون على القناه السوريه. مستمرين اليوم بتغطيه مبادره حب الدواء من هون وحبه من هون، وهي المبادره الاكبر على مستوى المحافظه، ونحن اليوم موجودين ضمن قريه جديته متابعه لهذه المبادره. رح نكون بالبدايه مع الدكتور عيسى حسين وهو مطلق هذه المبادرة وبمستوصف الشيخ سعد، رئيس مستوصف الشيخ سعد. اهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي بالبداية، وين وصلنا اليوم بهذه المبادرة؟ اليوم نحن مبادرة، نحن بلشنا بحب الدواء، صار عندنا 150 صنف دواء الحمد لله. بلشنا مريض، صار عندنا تجاوز عدد المستفيدين 7400 مريض لغاية يوم الخميس. نحن مكملين، نحن مراعاة الأحوال المادية، غلاء الانتقال، حبينا نحن نجي على الضيعة الثانية، انطلاق من مستوصف الشيخ سعد على الضيعة الثانية. اجينا اليوم على جديته وجبنا الأدوية معنا، جبنا كادر كامل، طبيب فاحص، تحليل سكري، تحليل قياس ضغط، قياس أكسجة، والحمد لله مبلشين. وهلا بلشنا نصرف الدواء ومعاينة المرضى. نعم دكتور، حضرتك مطلق هذه المبادرة من الشيخ سعد إلى باقي القرى المحيطة، فينا نقول قديش اليوم نحن بحاجة لحتى نغطي القرى، الأشخاص، الأمراض أو الناس اللي اليوم بحاجة هي الأدوية. نحن بهالوضع الراهن نحن بمثل الحاجة إنه ننطلق الضيعة الثانية، صار فيها صعوبة النقل، غلاء أسعار المواصلات. نحن حبينا ننتقل، نحن الحمد لله لمينا عدد كبير من الأدوية، ونحن حبينا ننطلق مشان نخفف الأعباء المادية اللي جاية على المستوصف. نحن بالمستوصف مستمرين بشكل دائم، عندنا محطات بالضيعة مثل ما نقلنا على جديته، قبل كنا ببيلة، بيلة مطلع لدوير الشيخ سعد، الواسطات، سقبولة، الخريبات، وهلا بجديته. وإن شاء الله بالسنة الجاية في ضيعة ثانية وفي خطة ثانية، وإن شاء الله مكملين. مبادرتنا الحمد لله مستمرة. بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية، ورح نرجع لك إذا كان معنا وقت. الله يعطيك العافية، شكرا، أهلا وسهلا. مرحبا خالد. مرحبا، أهلا وسهلا. من وين جاي؟ من جديته. من جديتي، من هون. مريضة حضرتك؟ نعم. شو الأدوية اللي عم تاخذيها؟ الأدوية الضغط معك. سلامتك. الله يسلمك. هذا شو رأيك بالخدمات اللي عم يقدمها اليوم؟ هاي المبادرة عم تقدمها؟ والله بارك الله فيكم، وخاصة بالدكتور عيسى. الدكتور عمل مبادرة له العالم من مركز الشيخ سعد، ونحن مبسوطين كتير ورضيانين بهالدكتور ورضيان فيكم، وهذه أكبر مبادرة بتعملوها وأحسن للفقراء وللمساكين ولكل شيء ولكل العالم، وبارك الله فيكم. وشو يا خيتي بدنا نقول لك سلامتك اكيد، واهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. مرحبا خالد. حبيبي اهلا. بشو مريضه حضرتك؟ عيني انا معي مرض سكر، ايه، وهلق معي التهاب لوزات وهيك شغله. رايك بالخدمات اللي عم يقدموها اليوم بالمبادره؟ والله عراس وعيني واكثر من هيك حيه، الحمد لله رب العالمين. بوجود كان ملي شاء، والف شكر لكم، وما تعمل الواجب وزياده، كتر الف خيركم، ولك والله بترفع الراس والله. يسعد صباحك وشكرا لك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم. نحكي اليوم مع حضرتك قد ايه اليوم نحن بحاجه لنكبر هي المبادره على مستوى المحافظه. يعني هي المبادره الانسانيه تاتي ضمن فعاليات مركز الشيخ سعد الصحي، والتي اطلقها الدكتور عيسى حسين. هي تأمين الدواء المجاني لكل الناس بحاجة، وللأمانة هي لا تقتصر على منطقة الشيخ سعد أو بلدية الشيخ سعد، هي نابعة من قلب المركز إلى كل القطر. يعني أحيانا عم يتواصلوا معنا ناس من خارج القطر، نحن كفعالية أهلية طبعا داعمين للمبادرة، عم يتواصلوا معنا ناس حتى من خارج المحافظة عم يبعثوا. لهيك أنا بتمنى تتعمم هي المبادرة على كل المحافظات لما فيها من أجر ومن ثواب ومن توفير للمشقة وتوفير للدواء لجميع الناس المحتاجين. نعم لك، يعطيك العافية وشكرا. شكرا. مرحبا، يعطيك العافية. سعد صباحك، اهلا يا عم. اهلا وسهلا فيك. حضرتك من الداعمين لهي المبادرة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا بصفة وجودي هون بصفة اعتبارية ضمن هذه المبادرة، طبعا أنا من المساهمين بهذه المبادرة، وعم قدم كل حبة دواء زيادة، لأنه كل حبة دواء زيادة عندي أنا ممكن أنه يستفاد منها حدا غيري هو بأمس الحاجة إلى. وبصفة الاعتبارية هون بدي أشكر الدكتور عيسى حسين ورفاقه القائمين على المبادرة. بدي ادعي الاهالي للمساهمه بالمبادره، لو بحبه دواء يمكن يكون فيها شفاء لحدا غيره، افضل ما تخلص مدتها عندك بالبيت
وتكبها يعني بصريح العبارة يعني، فغيرك هو أحوج إلها يعني. بدي أقول له للدكتور عيسى أنتم ورفاقك من شرفاء هذا البلد الصامد الصابر، أعزكم الله وحياكم. بدنا لك اكيد يسعد صباحك وبدنا نشكرك ويجزيكم الخير يا رب. شكرا لك، 100 أهلا وسهلا. شكرا لك. كمان اليوم ضمن هي المبادرة عم تقوم طبعا اليوم فعالية وفينا نقول محاضرة توعوية وتثقيفية للمرضى اليوم يلي جايين على هي المبادرة. شو هي المحاضرة اليوم الأهم يلي ممكن نحن يسمعها المريض؟ هلا نحن كثير مشددين على موضوع الكوليرا. هلا في حالات انتشار كبير بسوريا بالمناطق الشرقيه، فكتير مهم كان مهم نحن نثقف العالم عن ضروره الانتباه للمي الغير معقمه، لطرق الانتقال اللي هي كثير عم تاثر على المواطنين، وخصوصا انه نحن في عندنا هلا حالات تلوث بالمياه هون بالمنطقه. كان اهم شيء احكي انه انا طرق شو الاعراض وطرق الوقايه وطريقه هاي. حكيت لهم كمان شوي عن التهاب الكبد كمان، لانه في حالات التهاب كبد بالمنطقه تسجل اكثر من حالي. حكينا كمان عن الكورونا وهو مرض العصر مثل ما بيقولوا، المرض الاشيع، وضروره اخذ اللقاح والجرعات كيفيه اخذها، ونحن وانه طرق وشو اللقاحات المتوفره الموجوده عندنا. نعم لك يعطيك الف عافيه على هي المبادره اللي انتم قائمين فيها بالاساس حضرتك والدكتور عيسى. شكرا، مشكوره كثير، شكرا كثير. مرحبا. نعم. شو عم نعمل ضمن هي المبادره؟ شو عمل؟ عم سجل الاسماء اللي بيجوا ياخذوا الادويه من المبادره. شو هي الادويه اللي ممكن نقول متوفره اكثر شيء لحتى نحن نساعد فيها؟ الادويه المزمنه بشكل عام هي المتوفره اكثر شيء هلا عندنا، سكري، ضغط، قلب، امراض نفسيه، الادويه نفسيه. اول يوم بلشت؟ لا هون بهي المبره، بهي القريه هون بهي المبره. لايمت مستمرين؟ لانه ساعه تقريبا. والله حتى نشوف نغطي اكبر عدد، يعني تغطيه اكبر عدد من المراجعين والمرضى يستفادوا بشكل اكبر. لك يعطيك الف عافيه. اكيد رح نشوف اذا بنقدر نختم مع الدكتور عيسى، ولكن هو دكتور مثل ما أننا شايفين اليوم المرضى يلي داخلين عم ياخذوا الأدوية يلي موجودة يلي متوفرة. والدكتور خلينا نعرف منك أكثر كيف ممكن نحن نغطي أكبر عدد، كيف ممكن لأيمت ممكن نستمر، قد ايه بدنا دعم ضمن هي المبادرة؟ أنا هون أول شيء بدي أشكر جميع الشركات الدوائية الأطباء اللي يدعمونا، وبدعوا كمان لزيادة دعم لنا. هالأدوية اللي بتضل عندهم أغلبها عم يفسد عم ينكب، حتى نستمر لازم يدعمونا. إن شاء الله خطتنا أنه نستمر، مبادرتنا الحمد لله مستمرة، رح نطلع لضياع ثانية ورح ننتقل لمكانات ثانية، وإن شاء الله على طول طالما الظروف اللي أدت لوجود هالمبادرة هي رح نستمر إن شاء الله. نتشكرك ونقول لك يعطيكم الف عافيه وموفقين يا رب. الله يعافيك، شكرا لك. شكرا. تسلمي، شكرا الله يعطيك. شكرا لك. رح ناخذ كمان مختار اهلا وسهلا فيك المنطقه. يسلمك يا رب، ان شاء الله ضلوا بخير. اهلا وسهلا فيك. نحن طبعا لا يخفى عنا تعاونكم ضمن المبادرات اللي عم تصير بشكل دائم، ولا سيما المبادره الانسانيه حبه دواء من هون وحبه من هون. كيف التعاون عم يصير من قبلكم خارج جده؟ التعاون يعني اول شيء نحن بنشكر مركز الشيخ سعد الصحي مع الدكتور حسين لمبادرتنا القيمة، بحيث بالأوضاع هذه أنه غلاء الأدوية والناس الفقراء البسيطة اللي ما فيها تجيب الأدوية، فهالمبادرة هذه ساعدت الناس كتير من حيث العلاج، من خلال معاينة هالمرضى. فهي مبادرة جدا رائعة لأنه عم بتقدم خدمات لهالناس مجانية بدون مقابل، ورحمة للناس الفقراء والبسطاء. فنشكر هالكادر كله اللي قام بهالمجهود، الله يوفقهم ويعطيهم الصحة والعافية. مشكورين إلين جميعا إن شاء الله. مشكورين كل الداعمين والمبادرين لمبادرتكم ومبادرة اللي قاموا فيها. شكرا لكم. مشكور شكرا لك. واكيد بدنا دعم لهذه المبادره اكيد.
هناك دعم من جهات كتير، وهناك دعم من أناس كتير حابين تستمر هي المبادرة وتكون على مستوى محافظة طرطوس، وهي المبادرة الأكبر. طبعا هي كانت رسالتنا اليوم من قرية جديتي، مستمرين بتغطية حب الدواء من هون وحب من هون. أكيد بدي أرجع لكم وأجدد التحية لكم مني ومن زميلي خلف الكاميرا حسن الشاعر.